علاش الخياطة ديما مظلومة من ناحية حقيتها؟ وعلاش الزبونة تاخد مكان الخياطة وتولي تشكي من المصاريف وكأنه الخياطة ما عندها ولا شيء، الوغ كو هي اللي فتحت الحانوت باش تسترزق. اولا عادة الزبونة تكوموندي صوالحها وتلقاهم واجدين، وكي تجي في الخلاص تهرب ولا تسمعي كلمة الصبري عليا. مع العلم هذه النوعية تاع الناس يشروا من حوانت اكثر غلاء من لا سورس اللي هما احنا الخياطات، ويحطوهم كاش. واش هو الفرق بيننا وبينهم؟ يعني الحوانت، الزبونة تاع بدراهم الخياطة اللي مازال ما خلصتهمش، والخياطة تستنى شهور وليالي. وخلينا من التعب، وممكن تكون عندها ظروف معيشية قاسية، على هذه حابة تخدم على روحها. إلى متى نبقوا بهذه العقلية وما نتقدموش منها لكم الحاجة اللي تحبوها ومنها دراهم حلال؟ هذه أسئلة متكررة بزاف تجيني في الخاص. حاولت نفتح الموضوع في فيديو قصير ونشوف آراءكم حول هذا المشكل لأنه بزاف مهم وشائع. ما تنسوش تخلونا آراءكم في التعليقات وبارتاجوا لا فيديو لتعم الفائدة على الجميع، وما تنسوش أيضا تدعموا القناة.